ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ الفترة دي صورت كتير الحمد لله. بس النهاردة ما عنديش طاقة شوية، طاقة ضعيفة، وحاسس ان فيديوهاتي بيبقى رتمي هادي قوي فيها. احاول على قد ما اقدر ان انا ازق نفسي عندي طاقة وانا بصور على الاقل، لان الكاميرا بتسحب 50% من الطاقة بس. تخيلوا بقى لو واحد بيصور وهو ما عندوش طاقة اصلا. النهارده الخميس، النهارده اجازتي من الشغل، بس عندي مشوار مش هقول ايه هو، بس تعالوا نشوفه مع بعض. لسه مخلص مشواري دلوقتي الساعة 12. كنت فين؟ كنت آه من فترة أنا قدمت على تقويم. فترة كده أنا قدمت على تقويم عشان أعمل سناني. وال قدمت على تقويم عشان أعمل سناني في القصر العيني وبس. فالمفروض إن أنا هبدأ في حوار التقويم. فرحت النهاردة للدكتور عشان أعرف هعمل إيه. المفروض إن في عملية قبل التقويم، بس هو كان مشغول جدا الدكتور النهارده، كان عنده اجتماع. فالمفروض ان انا هتواصل معاه بالليل على الواتس. فالمفروض ان انا هتواصل معاه بالليل عشان اعرف اعمل ايه. في اعمل العمليه الاول ولا اعمل التقويم على طول. انا عايز اعمل تقويم على طول، بس المشكله ان ده هيسبب مشاكل. ده هيجيب مشاكل بعد كده. فمش عارف، الله المستعان، مش عارف لسه هعمل ايه. هروح وغالبا هعمل حاجه جامده قوي النهارده بالليل على الفطار، بس لسه مش عارف بخطط لها لسه. يلا بينا نكمل اليوم، لسه الساعة 12، لسه اليوم طويل. حلو الكادر ده. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده الجمعه، النهارده 25 رمضان، خلاص رمضان بيخلص النهارده. هعمل حوار جامد كان المفروض يتعمل امبارح. المشاهد اللي انتوا شفتوها دي كلها كانت امبارح. ما كملتش تصوير لان روحت البيت، كان في عزا عندنا تحت البيت يعني. فقلت اكمل اليوم النهارده. المفروض ان اللي انا هعمله النهارده ده كان يتعمل امبارح، بس انا امبارح كسلت وتعبت وما قدرتش ان انا انزل. النهارده هفطر في وادي دجله. للي ما يعرفش وادي دجله، وادي دجله محميه طبيعيه عندنا في المعادي هنا، قريبه مني جدا. فهروح النهارده افطر هناك. هشوي. اول مره اروح وادي دجله اصلا، ما رحتش هناك قبل كده. عرفت المكان من الفيديوهات، مش اكتر من فيديوهات الناس على اليوتيوب. هنعيش التجربه دي مع بعض. اصور لكم كل حاجه على قد ما اقدر ان شاء الله. اصور كل حاجه. بجهز دلوقتي الورقه فيها الحاجات اللي انا هشتريها عشان الشوي وكده. دلوقتي الساعة 2، هبدأ اتحرك 3 ونص. ان انا كل حاجتي، في حاجات اخدها من هنا من البيت، وفي حاجات اشتريها وانا ماشي يعني. هنزل اشتريها واتحرك على هناك على طول. زي اللحمة، هجيب لحمة مفرومة عشان اعمل برجر. والفويل اللي هحط فيه اللحمة واحط فيه الحاجة وهحطه على الفحم، عشان معيش شواية، ما عنديش شواية. فهجيب ورق فويل اللي هو بتاع الفرن ده، وهحطه فيه. همشي نفسي، لان الفكره مش في الاكل. الفكره مش في الاكل قوي، مش عايز ابقى بهتم بالاكل قوي، بهتم بتفاصيل وبتاع، لا. الفكره في التجربه. الفكره في الطلعه نفسها. الفكره مش في الاكل ولا في الشوي. الفكره في الطلعه نفسها، تجربه جديده، حاجه جديده هعملها. بس فالله المستعان. هبدا اجهز كل حاجه، وساعه كده، ساعه ونص، وهبدا اتحرك. يلا بينا. عايز اقول لكم ان انا اتكلمت كتير قوي، وانا اصلا ما فتحتش الريكورد في الموبايل. دخلت محمية وادي دجلة. اول مرة اجي هنا. التذكرة ب 25 جنيه لو هتقعدوا، هتفطروا وهتمشوا لمدة يوم. مش عارفين كاتبين الساعة ولا لا. مش فيهاش وقت، ما فيهاش حاجة. انا هفطر وهشرب الشاي وهقعد كده. ممكن اولع نار هنا وهقعد. زي ما قلت التذكرة ب 25 جنيه، ولو هتعملوا مبيت هتبقى تذكرة ب 50 جنيه. بعد كام محاولة فاشلة بسبب الهواء، قدرت ان انا اولع نار. هبدأ احط الفحم، وهبدأ ان انا احط الاكل على طول. خلاص فاضل اقل من ساعة على الفطار. فهبدأ عايز اخد كام صورة واتصور في كام حتة كده على الجبل وكده، بس قبل ما الشمس تغيب. بس هبدأ ان انا احط الفحم وبعد كده ارجع اتصور.
زي ما انتوا شفتوا كده خلصت خلصت طبخ. فاضل 20 دقيقة بالظبط والأذان يأذن، فولعت النار وحطيت الأكل على النار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأكل يستوي قبل الأذان إن شاء الله. الموضوع جامد قوي قوي قوي. بجد كنت محتاجه. نقدر الكادر في هوا جامدة قوي. الموضوع جامد قوي قوي بجد، كنت محتاج افصل. هي بس انا زنقت نفسي في الوقت، اتحركت بعد العصر، كان المفروض اتحرك قبل العصر بنص ساعة عشان اجي مرتاح. زنقت نفسي في الوقت بس الحمد لله وصلت بالظبط. يعني انا كنت هنا وكان فاضل نص ساعة 30 دقيقة على اذان المغرب. دلوقتي فاضل 15 دقيقة. لحقت الحمد لله، جهزت حاجتي وجهزت الفحم وحطيت الاكل الحمد لله، كل حاجة كده جاهزة. فاضل بس البرجر فاضل بس البرجر يستوي وهبدا اكل على طول ان شاء الله اول ما الاذان ياذن. ما جبتش حاجه افطر بيها، معايا ميه، بس معايا ميه افطر بيها وهبدا اكل. الفكره واللي خلاني اعمل الحوار ده واجي هنا النهارده مش عشان الاكل مش مهم قوي، يعني مش مهم الاكل يظبط قوي، انا يا دوبك جايب حاجه تفطرني. انا جيت عشان افصل عن الدنيا. بجد بجد انت هنا في وسط الصحراء، مفيش حد حواليك، انت بتدور على مكان الدنيا فاضيه فيه. انا بس ما لحقتش ادخل جوه، في جوه اماكن حلوه كتير وفي جوه اماكن واسعه كتير، بس انا ما لحقتش ان انا ادخل جوه. فعشان كده يعني انا تقريبا ما بيني وما بين البوابه اقل من كيلو. اصلا لو هتعمل مبيت، لو هتبات لازم تمشي 9 كيلو جوه، لازم تمشي 9 كيلو عشان توصل للمكان اللي تقدر تعمل فيه مبيت. بس الوقت ما كانش في صالحي بصراحه خالص. بس هنا كويس، هنا في اصلا في اماكن، في اثار ناس شوت هنا قبل كده، في ناس كتير شاويه هنا قبل كده. عشان بس الحق قبل الاذان، حاسس ان انا برغي كتير قوي، فهرجع اشوف الاكل وارجع لكم تاني. بقول لكم ايه، قبل ما الشمس تروح تعالوا اوريكم المنظر من هنا عامل ازاي. اصلا في ناس هناك طلعت فوق الجبل، يعني لو خدتوا بالكم في ناس هناك فوق الجبل. طيب الاذان خلاص هيأذن دلوقتي، الاكل تقريبا شبه استوى بس مش هقدر اعرف غير لما الاذان يأذن وابدا ادوق. فهفطر على ميه، فانا معايا هنا ميه، هفطر بميه بعد كده اشوف الاكل استوى ولا لا. شكل البرجر بعد ما استوى جمدان. احط شاي قبل ما الفحم يخلص. ايه الجمدان ده، ايه الجمدان ده. لا الحوار بجد جامد. خلاص هشرب كوبايه الشاي وهقعد شويه وهبدا اتحرك على طول. الحوار جامد، بس هدوء بس هو مفيش بس غير الناس اللي مشغله اغاني دي، هم اللي عاملين شويه دوشه. بس غير كده الموضوع هادي جدا، الموضوع جميل جدا جدا جدا. انا مش عايز امشي اصلا انا كلت وقعدت ومش عايز امشي آه. الشمس غابت، يعتبر كده الشمس خلاص غابت. بس هو المغرب لسه مأذن، فلسه في شويه نور يعني. تعالوا اوريكم الدنيا عامله ازاي بالليل، تعالوا. حوار جامد جامد. بس يعني عايز اقول لكم ده كل اللي ورايا ده جبال، هي المنطقه جبال في جبال، يعني هي كل حاجه جبال، قاعد وسط جبال بس. فالموضوع جامد قوي قوي قوي. انا كده ما دخلتش جوه، انا كده على البوابه، يعني النور اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده البوابه.
فانا يعتبر قاعد عند البوابه. ما كملتش كيلو، ما مشيتش كيلو على بعضه. ناس بتمشي 9 كيلو بتقعد جوه، يبقى هدوء بس بقى، يبقى صمت، انت قاعد في صمت. انا هنا سامع صوت ناس، في ناس بتطلع على الجبل اللي ورايا ده وعمال يهزروا بصوت عالي وبتاع. في برضه ناس. كنت عايز اعزل عن البشر كلهم. لا، في ناس برضه. آه لو كان عندي وقت وكنت دخلت جوه، على الاقل 2 كيلو 3 كيلو جوه، كان الموضوع هيفرق. المره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله المره الجايه هحاول ادخل على قد ما اقدر، هاجي بدري واحاول ادخل جوه على قد ما اقدر عشان ابعد عن الدوشه دي كلها. استمتع بقى بالشاي.